الخطا. اكيد بانه امامنا على الصوره هل فوق الخط. لاحظوا المره الاخرى رضا الهجوج مشات يعني الرجل ديال الترابي، ولو ان السقوط ديال رضا الهجوج كان داخل ارضيه الملعب. يمكن الاخطاء غادي يكون فيها حديث كثير. اصحاب الاختصاص اكيد هما اللي غادي يعني يبتوا في هذه اللقطه. يمكن كان هناك خطا على المشارف ديال مربع العمليات او مستطيل العمليات. الحكم يوسف هراوي اعتقد انه تردد الاعلان على ضربه جزاء، ولكن ما كاينش هناك احتجاجات بتاتا على الحكم يوسف هراوي. يعني الخطا موجود، خطا صحيح موجود. لاحظوا على اين يوسف هراوي يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الوداد وورقه حمراء ليوسف الترابي. وبالتالي النادي قلت غادي يلعب ب 10 ديال اللاعبين، وبالتالي كيتساوى في يعني في نفس الاعداد مع فريق الوداد. اذا ضربه جزاء للوداد وفرصه من اجل تسجيل الهدف. رضا الهجوج هو اللي حصل على ضربه الجزاء، هو اللي غادي يتكلف في يعني تنفيذ هذه ضربه الجزاء. رضا الهجوج والهدف 1-0 للوداد، 1-0 للوداد في مباراه مجنونه. 1-0 رضا الهجوج اللي كيتمكن من تسجيل الهدف في حدود الدقيقه 42. اذا جون توشاك كيتمكن من انه يعني يحول النقص العددي من 10 ديال اللاعبين